الله عزوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ستي. ازي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يسترك. حضرتك انا كنت جوزي انا وهو اتخانقنا في رمضان. انتوا هو ايه؟ اتخانقنا في رمضان. اتخانقتوا في رمضان عشان جعانين يا عينيا؟ مخانقه جامده وكده، ومد ايده عليا وضربني جامد لدرجه وانتوا صايمين بقى وكده؟ ايه؟ والدم نزل وانت صايمه؟ لا هو لا اغمى عليا وكده ورحت المستشفى وكده وبتاع يعني جه بعديها باسبوع وكده جه راضيني. فبصراحه دكتور من شده الاهانه اللي هنهالي والضرب اللي ضربهولي انا جيت بيراضيني وكده، انا ما رضيتش اروح عند بابا وما رضيتش امشي، خلتني في شقتي وما رضيتش اروح في اي حته وفضلت في شقتي وكده من شده الضرب والاهانه اللي هنهالي. جاي يراضيني ويصالحني، فانا قلت له تحرم عليا. برافو عليك يا حاضر. دي الاجابه بتاعتها سهله. قولي له كل يوم، قولي له تحرم عليا ولا عبره بكلامك، لان المراه لا تحرم الرجل. ما تخافيش قوي اذا كانت دي اللي غيظاكي فلا. لكن انا عايز اسال سؤال، ضربك حتى اغمى عليكي؟ يا دكتور كان المفروض يتحبس، القاضي كان يحبسه. انا وانت تروحي هس ولا كلمه، هس ولا كلمه. يا جماعه اللي عايزين الذل، يا جماعه اللي فاهمين الحياه على انها قطران، يا جماعه اللي ما عندناش، مش هقول ما عندكوش، يا اللي ما عندناش ريحه الكرامه. ده مش زوج ولا ده ضرب، ده عدو كاره ربنا وكاره النبي وكرهك وكاره نفسه. وانت فخوره قوي ما رضيتش اروح عند بابا. روح عند بابا وتلاقيها في صدره، قولي له انا بنتك واتهنت، وبابا يطلع راجل محترم جدا يقول له ده قيمتك وده حاجه، مش عايزين حاجه، احنا ما بنتاجرش في نسوان. انت راجل مش محترم لا تعاشر. الراجل لما يضرب بقلم زي ده، انما دول بيعجنوا عنف يا باشا. براءة الاسلام من العنف. انا مضطر اقول لكم ان انا كتبت، بقيت اقول الصبح بدري بعد الفجر بلاش اكتب كل القرف عشان انا ما اتعبش حد. كلمات العنف كتبتها في الدراسه اللي بعملها. اشرب من دمك ورا الشمس واجيبك نصين وافقع عينيكي ومية نار، كل ده عنف. دي الفاظ مسلمين، مش ممكن تكون الفاظ مسلمين. وبعدين من هذه الالفاظ ان في ناس كتير بيعتقدوا، ومنهم حمل الدكتوراه، ان الست دي لازم تتعجن وما بتجيش الا بالضرب. ده ما ترباش لا دين ولا ناس بني ادمين ربوه. اصله شايف ان الست دي ما بتجيش الا كده، يقول لك تخرشمها كده وتذبح لها القطه. كل الكلام ده انا كاتبه ورصده، حاجه مؤسفه وقذره. انا جاوبت على سؤال عزه وقلت كلمه تحرم عليا. لا يا اختي اطمني، ما احرمش عليك يا اختي. هو اللي لو قال لك تحرمي عليا بقت مصيبه وكارثه، يا ظهار يا طلاق، حاجه من الاثنين. نسال سيادته. لكن ده ما يتعشرش. كان نفسي عزه تكون موجوده معانا. لو معانا نفسي تقول لي ضربها الضرب اللي ادى الى اغمائها بسبب ايش؟ لازم تكون اكيد ضربت امه فامه ماتت، فممكن يكون انفعل فعمل كده، او تكون خدت الربع مليون اللي محوشهم من 15 سنه وولعت فيهم النار، وهو صحي يا ولدي ما عرفش يطفيهم، فبص ما لقاش ولا ورقه ب 200 نافعه، فانفعل ففقد عقله فعمل كده. مؤكد ما عملش كده عشان حاجه من دول. اصلها ايه؟ مايله. تبي ترد عليا؟ اسمه ايه ده؟ اسمه قله ادب، اسمه تجرد من الدين. انت بتعلي صوتك على بتلي بعنف، ده سجن. انا مش مع المنظمه الامريكيه اللي عامله دراسه على العنف وبتقول قسموا مجموعات وتخاطب معاهم. تخاطب مع مين؟ ده ملوش خطاب، ده ملوش خطاب. ده تخاطب مع ده تقول له ايه؟ خلاص هو اتعشش وتكون على ان دي واحده ست، يعني فردة جزمه. مش بيقولوا كده؟ انتوا عارفين انا بشوط على طول. حسين